بقول لك يا هندسة، هل مبرمجين جين زي والشباب بتوع اليومين دول بيتدلعوا فعلا ومش عايزين يشتغلوا؟ ممكن الموضوع مختلف لان النمط بتاع جيلنا احنا كان مختلف في الشغل. يعني مثلا جين زي انا ملاحظ ان هو بيهتم بالورك لايف بالانس اكتر. احنا الجيل بتاعنا كان متعود ان هو يعني يشتغل في كل الظروف، يشتغل تحت ضغط، مش يشتغل بمرتب قليل. يعني في نماذج كتير من الشركات ممكن تضغط عليك بدون داعي، او ان هي مثلا ده اللي موجود عاجبك عاجبك. كنا بنتعب على ما نلاقي فرصه شغل كويسه. فمع الوقت لا، الموضوع ده اختلف تماما. كمان ان هم ممكن يكونوا بيشتغلوا بذكاء، يعني ممكن يكون عندهم مصادر دخل متعدده. يعني ممكن يكون عنده حته ان هو يرفض شغل مثلا مش مناسب ليه، ممكن يكون الفرصه دي تكون عنده اكتر. عكسنا احنا ممكن يكون عندهم مشكله في حاجه واحده بس، ممكن في الاستعجال مثلا، ان هو مثلا عاوز يوصل لمكان ابعد بسرعه مثلا، او مش مستعد ان هو يتعلم كتير ويتعب كتير علشان يوصل لحاجه معينه، حتى لو ممكن هيجي على نفسه شويه. ممكن يكون ما عندهمش الحته دي شويه. ده مش بيبقى دلع، ده ممكن يكون ان انت ما عرفتش تقنعه كده. لان بلاحظ ان دايما اكتر الناس اللي اشتغلت معاهم من جينزي هو محتاج يقتنع بيك كقدوه عشان يبدا يستمع ليك. فالستاندرز بتاعتهم مختلفه عن المعايير بتاعتنا. احنا كان عندنا مدير دايما انت كلمته مسموعه وخلاص، لكن هو بيبدا يسال وبيبدا يعترض وبيبدا يقول رايه. وساعات جدا يعني بيكون عنده حق. لازم ان انت يكون عندك عقليه القدوه، وتبدا ان انت تنزل لمستواه وتتواضع عادي جدا، وتبدا ان انت تسمع له. ومفيش مشكله لو خدت برايه، لان انت بتحسسه ان هو ليه دور وليه راي مهم. لكن ما تصدموش ان انت تاخد عنه فكره ان انا شايفك حد بيتدلع، لانه مفيش حد يستقبل منك كلام وهو شايفك ان انت واخد عنه الفكره دي.